اهلا بيكم مره تانية والفقره الاخيره. معانا مطرب جميل، شاب في طريقه الى النجوميه ان شاء الله، صوت جميل جدا. الفتره اللي فاتت كان في نوع من انواع البرامج الخاصه بالنجوم وبيشترك فيها الشباب وبيحاولوا ان هم من خلال البرامج ديت ان هم يظهروا موهبتهم. معانا النهارده نجم من النجوم دولت، وان شاء الله هنشوفه نجم كبير جدا في الفتره اللي جايه. معانا كريم حسام في فقره حلو الكلام، مطرب جميل جدا وفنان جميل جدا. خلونا بالاول بس نصبح عليه. صباح الخير. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا كريم؟ كله تمام. كله تمام. الحمد لله. قولي بقى قبل ما نبدا كده نصبح على الناس ونسمعهم صوتك، انت شايف ان نوعيه المسابقات اللي انتوا بتشتركوا فيها دي كشباب يعني حابب يكون ليه تواجد على الساحه الغنائيه، بتفيدكم بايه؟ استفدت منها ايه؟ غيرت في مفاهيمك بالنسبه للغناء او بالنسبه للاغنيه ازاي؟ هي التجربه، يعني التجربه دلوقتي بالنسبه لتعدد برامج المواهب اليومين دول، هي التجربه بتكون حلوه ان هي يعني في الشهرة أسرع، انتشار أسرع من الواحد يبتدي يعني حياته، يستنى وينزل أغاني وكده. فهي يعني التجربة طبعا كانت كلها استفادات، يعني الواحد يتعود ازاي يقف قدام الكاميرا، ازاي يتكلم، ازاي يواجه الجمهور، ازاي يحاول ان هو يخلي يأثر على الناس، ازاي ان هو يتفاعل مع الجمهور. كل دي حاجات بتضيف يأدي افضل ما عنده، يعني أكيد. يبقى في احسن شكل وفي احسن صوره. اكيد طبعا. وفي اليوم بيطلع مش اقل من مليون مغني يعني. طيب احنا يعني برضو عايزين ندي مساحه اكبر للغنى معاك، فاحنا عايزين اول اغنيه احنا قلنا هتكون اغنيه مختلفه طبعا، مناسبه طبعاً. للفقره اللي كانت معانا قبل كده. هتغني ايه؟ هنغني يا بلادي. يلا. يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش. قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش. آخر نفس فيا بنادي، بموت وأنا بحب بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنا بحبك يا بلادي. الله عليك. هو فعلا كان آخر نفس ليهم بيحبوا بلادهم فيه. طب احنا مش عايزين نتكلم، لكن عايزين برضو نستمتع بصوت كريم حسام كده، ونعرف الناس بقى اللي ممكن يكونوا ما تابعوهوش شوية في المسابقة، نقدم لهم ايه؟ هل هتغني حاجة خاصة بيك ولا حاجة من القديم؟ ممكن حاجة قديمة الأول. أنا بحب القديم. يلا نسمع عبد المطلب. نسمع. يا جميل. بالنسبة للجيتار وضعه ايه في هنغني. ما بيسألش عليا أبدا، ولا بتشوف عينيا أبدا. ما بيسألش عليا أبدا، ولا بتشوف عينيا أبدا. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته، إنه يرق شوية أبدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا أبدا. الله يا كريم. الله. قول لي
مين شجعك على الغنى؟ والدتك، والدك قالوا لك لا اذاكر ما تغنيش؟ تضييع وقت. لا بالعكس والله، يعني يعني انا عندي العيله كلها ميوزيكال، يعني كلهم عيله، انا اصلا متربي في عيله موسيقيه. ف يعني هو كان التشجيع من الاهل اللي جاي من الاهل يعني. فهو يعني جت فتره كده في حياتي لقيت نفسي صوتي حلو وبغني وسط اصحابي والناس كلها بتقول لي انت صوتك حلو وبتاع. في ناس بيحصل معاها كده بس يعني صحابها بتجاملها يعني وفي ناس بتجامل، بس انا لا، حسيت ان الموضوع لا بجد مش بهزار، يعني الناس مش بتقول لي كلام بتكذب عليا. فابتديت ان انا انمي الموهبه وابتديت ان انا اشتغل على نفسي. ايوه نقف هنا بقى. انمي الموهبه واشتغل على نفسي، كلمتين حلوين جدا. ازاي نميت الموهبه واشتغلت على نفسك؟ واشتغلت على نفسك ازاي قبل الموهبه؟ طبعا هو موهبه الصوت الحلو دي موهبه من عند ربنا، يعني مش اي حد ممكن ما يبقاش ما بيعرفش يغني اقول له تعالى غني هيبقى صوته حلو، هي بتبقى موهبه من ربنا. فانا ابتديت ان انا يعني انمي الموهبه. انا جدي ملحن في الاذاعه والتلفزيون اسمه في اسكندريه، اسمه محمد المصري. فهو يعني ابتدى ان هو بقى يشجعني على ان انا انمي الموهبه بتاعتي. ابتديت بقى احفظ اغاني قديمه، وابتديت ان انا يعني اغني اكتر واطلع في حفلات في المدرسه اللي كنت لسه صغير، فاطلع في حفلات في المدرسه واشارك وفي مكتبه اسكندريه، بس لغايه بقى لما جت الفرصه بتاعت البرنامج يعني. يعني انت متاسس بسم الله ما شاء الله، يعني واخد البيزكس صح من الاساس يعني، فده شيء جيد جدا. شباب يعني في كل فتره كده بيبقى فيه طابع خاص بيهم، او مش عايزه اقول موجه، لان كل وقت بيبقى ليه طبيعه الموسيقى وطبيعه الاداء وطبيعه الكلمه الخاصه بيهم. انت حابب كريم لما يكون موجود على الساحه الغنائيه يضيف ايه؟ يعني هو دلوقتي الوضع بقى بالنسبه للساحه الغنائيه، الوضع ما بقاش زي الاول. الاغاني اللي هي الكويسه الجميله كل ده فقد معناه. في حاجات كتير قوي غطت على مش واخده حقها. مش واخده عايز حقها. اغاني التوك توك والميكروباصات. ايوه كده. انا والله في منهم حاجات الشعبي حلو جدا. ايوه ما هو حلو، ده فن جميل، بس هو يعني فن جميل بس انا ما بوظهوش. يعني الفن الشعبي طبعا في ناس كانت زمان بتغني شعبي، عدويه ومحمد رشدي وناس يعني كانت عاطيه قيمه للفن الشعبي. انما دلوقتي طبعا الحال شكوك واسماعيل ياسين كانوا طبعا شعبي. طبعا في بعديهم كمان يعني في اغاني اعتقد حسن الاسمر عامل شغل جامد جدا، حاجات المواويل القديمه الحزيني وناس كتير اكيد. سمعنا حاجه بقى، يلا بينا نغني حاجه بقى على الجيتار. على الجيتار هتغني ايه؟ قول لنا كده. يعني ممكن نغني مثلا حاجه لزكي نصيف باللغه العربيه اسمها يا عاشقه الوردي. الله. كده مريحه؟ تمام. اوكي اتفضل. يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي، يا عاشقة الورد إن كنت على وعدي، فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد، فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد، حيران أينتظر والقلب به ضجر، حيران أينتظر والقلب به ضجر، ما الدلة ما القمر ما النشوة ما إن عودي القلق هائمة في الأفق سابحة في الشفق، فهو يا مكلني
وردي يا عسل وردي. الله على الكلمة وعلى اللحن وعلى المضمون، الحاجة الحلوة محدش لا بيختلف يختلف عليه. عليها لا طبعاً، اي طبعاً، انسان طبعاً. يعني بكده فعلا. ومفيش حاجه بقى، يعني انا ما عنديش قناعه ان الجمهور عايز كده، الجمهور بيدور على الحاجه الحلوه وبيسمعها، مش كده ولا ايه؟ ده هو الجمهور عايز كده لا ازاي، ما ونبدأ تشوفي إن روحي إحنا الاوبرا، نعمل. شوفي والاماكن التانية أيوة، المراكز، الأماكن. شوفي الشغالين ايه، كلهم بيروحوا لا. مبسوطين يعني مش لا، لازم وعارف مش من دلوقتي كمان يعني، حتى قبل كده فاكر موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب أكيد طبعاً. لما عمل من غير ليه، كان في وسط هوجة اغاني شباب وكده، طلع باغنيه من غير ليه، الناس كلها اشترت الشريط أكيد. وسمعته. ليه؟ لان في كلمه، في لحن، في صوت، في اداء، لا، دي كلها. وليه فالحاجه دلوقتي الناس ما الحلوه بترجعش الاغاني الثمانينات والتسعينات، بترجع لمدحت حتى صالح وعلي عبد الأفلام الخالق لم وعلي يبص. الحجار صحيح. والاغاني وايهاب توفيق والاغاني اللي كانت جميله. اغاني اكيد. سمعنا ايه؟ ممكن نغني عبد الحليم بقى. ممكن الله. بس لما نيجي نختم هتختمني على حاجه لمصر، هتنقي لي طبعاً. اغنيه لمصر في ماشي. الاخر هنختم حاضر. عليها. نزل فكر لي كده، الفكرة عليها دندن لي كده دي. في حاجه لمصر جميله، فكرها لي. اكيد. ويا ريت تبقى مصر جميله، الله لو انت حافظها يا ريت. تبقى جميل. اتفضل. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم أتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي، وأول يوم أتهنى، يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. افرح واملا الدنيا اغاني، لنا لا انت نعشق تاني. افرح واملا الدنيا اغاني، لنا ولا انت نعشق تاني. اول مرة أول مرة. الله جميل. الحقيقه احنا مش عايزين نتكلم كتير، احنا عايزين نسمع على طول يعني. مين بقى من الجيل الثمانينات والتسعينات زي ما بنقول دلوقتي ان احنا بنرجع نسمع علي الحجار، محمد الحلو، مدحت صالح، ثروت، ايمن بحر مدحت درويش، صالح. الاسامي كل الاسامي الجميله، الاصوات اللي فيها عمق. طبعا مدحت صالح انا بالنسبه لي كان يعني علامه معايا. خصمة الشوارع واحميكي ممكن. واغضب وعايزة واهرب كوكب تاني. وكوكب تاني حاجات كتيره قوي. كوكب تاني دي فظيعه، فظيعه حلوه يعني. طبعا. رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني، انا عايز اعيش في كوكب تاني. رفضك يا زماني يا اواني يا مكاني، انا عايز اعيش في كوكب تاني، في عالم تاني، في لسه اماني، فيه الانسان لسه انسان، فيه الانسان لسه انسان، عايش من تاني. الله. بس احنا مش هنعيش في كوكب ثاني، احنا هنعيش في أكيد، مصر. في مصر عشان المصريين طبعاً. اجدع ناس وهنبقى معاهم وهم احسن ناس. عيشها في مصر. طبعا طبعا. عيشها في مصر احلى بلد في الدنيا واجمل بلد واحسن ناس واجدع ناس. هو في مجال ان احنا نفكر في حاجه تانية؟ لا مفيش. طب خلاص. بس في ناس بتحاول لا لا تفكر. لا لا في مفيش. ناس يعني بتراودها الافكار دي، يعني خلينا برضو ما غلطانين. نغفلش ده. غلطانين. هم غلطانين آه. بس احنا ما نقدرش نغفل ان ده موجود. ده موجود، لكن لما بس نسبة هتسافر قليلة مش وهتروح كتير. في اي حته هتلاقي مشاكل هترجع وهتلاقي تاني زي سلبيات. السمكه بتطلع من الميه ترجع تاني وهتلاقي ميتها اللي هي كل مصر. حاجه. دي طبيعه اي شعوب وضبط لنا وطبيعه حاجه اي دول. وطنيه قلت عن لك مصر. حاجه وطنيه. عن ايه بقى؟ إيه بقى؟ احكي لي كده عشان هنختم عليها. احنا كل ده على فكره يعني بنديك مساحه تفكر. طب خلينا نشكرك الاول، نقول لك ميرسي جدا، نورتنا، ربنا يخليك. وعايزين نشوفك كده نجم عمال بتلعلع في سماء القاهره ان شاء الله قريب. الواحد يعني شغال على نفسه اليومين دول، وان شاء الله الفتره الجايه في حاجات انا احسن. شايفه تشجيع وفي- كمان الله. يعني وراك كاميرات من إيه؟ خلف شغال يعني. الكاميرات يا جماعه. كريم مش لوحده، لكن يعني طبعا تحيه لكل
الدعم اللي انت بتلاقيه من اسرتك، يعني أكيد. الحقيقه قد ايه ده شيء جميل واكيد بيكون ليه اثر ايجابي عليك. احنا لازم نختم على فكره. طيب احنا بنشكرك جدا يا كريم، شكرا نشكر ليك. كل اللي تابعونا، وبكره بقى ان شاء الله فريق جديد. ونسمع نسمع ايه كلام. بقى من يلا كريم؟ بينا هنسمع بلادي بلادي بتاعت شيرين. تمام. بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي يا عشق الفؤاد، يا أرضي وجذوري يا عشقي وبحوري، يا عايشة في دمي يا ابويا وامي، هواكي في دمي بيجري يا مصر، حنفضل ولادك شهادة ميلادك، غرامك سلاحنا طموحك طموحنا، قلوبنا وروحنا فداكي يا مصر، بلادي بلادي يا أم البلاد، بلادي بلادي.